الله يسامحك يا عمه، كسرتي الخاطر ما لقيت من يلمه. الله يسامحك يا عمه. هذه قصة واحد كان متجوز لي 14 سنة، لكن بعد المشاكل اللي هو بينه وبين جوزته من أول ما تجوزها لعند ال 14 سنة، فقاعدين في مشاكل كبيرة هلبة، وهي ديما تقول له طلقني، ديما تقول له طلقني. المهم وصلت معاه ل 14 سنة وقال أنا خلينا نتوكل على الله وطلقها، وقال ما عادش نبي نتجوز بكل من كثر تنوفد من قصة الجواز نفسها. ولكن مع مرور سنين بعد 4 سنوات شاف واحدة انعجب بها، اسأل عليها من هنا لهنا قالوا لها راهي مطلقة. مش قال خلينا نتوكل على الله وخلاص، يعني شو المشكلة وش العيب في الموضوع؟ فجاء وتكلم مع اخوتها واحد وكذا، لكن البنت هنا طبعا يتيمة مربيتها من عمتها، ومن طريقها الأول ولد عمتها طريقها الأول. فعمتها سمعت بالموضوع واخوتها وافقوا مع الراجل هواي اللي جاي، قالوا له خلاص ما فيش مشكلة. عمتها قالت شيء ما تاخذهاش شيء، باش ما تبوها ما تاخذهاش. كيف ما كيف المهم دارت كلمة ولدها، كلمتها هي كذا من كذا، المهم ردت العلاقة ما بيناتهم، ولدت العلاقة ما بيناتهم. الراجل حس بكسرة خاطره، فيعني لملم روحه وقامس في دركينه وقال بيت شعر، وقال الله يسامحك يا عمه، كسرت الخاطر ما لقيت من يلم. الله يسامحك، الله يسامحك يا عمامه، للحب ما درتي حتى قيمه، صح ربيتها وصح يتيمه، لكن جبر على حد ما تبيه راهي الظليمه، وهي ما دارت جريمه غير حبت واحد بالاسم يسمى. الله يسامحك يا عمه، كسرت الخاطر ما لقيت من يلمه. الله يسامحك يا عمه. جربوها لا جنب.